خليني اقول لكم برضه ان احمد رمضان بيكهام دخل في الصوره بشكل قوي جدا جدا، واحتمال يكون موجود مع النادي الاهلي الفتره القادمه. وانا بقول هنا إيه احتمال، مش باكد على الخبر، لان دلوقتي في مشكله في النادي الاهلي بعد رحيل رامي ربيعه رسميا عن الفريق. في صعوبه في شراء مصطفى العيش، نادي زد طالب مبلغ كبير جدا في مصطفى العيش، ولحد اللحظه دي الاهلي زي ما بقول لكم مش هيدفع مبالغ كبيره جدا في لعيبه محليه. لكن الكلام حاليا داير ان الاهلي هيقدر يتعاقد مع اكتر من لاعب في حته قلب الدفاع، من ضمنهم عودة أولا أحمد عابدين من سيراميكا كليوباترا، واحتمال بنسبة كبيرة نشوف أحمد رمضان بيكهام. ولكن الكلام مش رسمي، لكن أحمد رمضان بيكهام في الصورة بشكل قوي جدا، وممكن كمان مع بداية شهر 6 نشوف أحمد رمضان بيكهام هو اللي موجود مع النادي الأهلي. خليني برضه أقول لكم إن في أكتر من لاعب في الصورة، من ضمنهم عمر فايد خلاص بعد صفقة عمرو الجزار اللي تمت بنسبة 100% في حال فشل ضم مصطفى العيش للنادي الأهلي. فكده أحب أقول لك هيتعاقد رسميا مع احمد رمضان بكرة.